بديهة. يعني صح استقرار الهلال وانه يعني يبقى رئيسه ويبقى مدربه، بس لما يجي من الزميل عبد العزيز المريسي معناه انه هو يبغى المدرب يستمر. ليس في مصلحة الهلال استمرار المدرب. مسألة من هو أنا عارف ألعب غيرها ألعب غيرها ثاني بطل. هذا خلي تأكيدا لكلامي أبو فهد. وصيف معروفة يا عبد العزيز، وصيف بطل أندية العالم. خلينا نخلص كلام. لا أنا في رأيي إنه التصرف اللي قام بسامي الجابر يعني يجي المباراة ويحضرها ويجيب خصص. أنا خايف إنه أبغى إنه المباراة اللي تيجي يحضر سامي ويحضر خصص وتعاملوا مع الموقف عادي. ليش يتعاملوا معاه إنه فيه إذا ما في خلافات وما في حروب ولا في شيء، الله يحييك وتعال في هنا ولا في الملعب ولا في غرفة الملابس ولا يجي. الغلط غلط. أنت اتخذت قرار خاطئ يا سمو الأمير ويجب أنك تعترف. أنا عجبني اليوم سامي الجابر 9 تغريدات تدل على ذكاء، على رقي. أنا شوف اختلفت مع سامي اختلفت في بعض الآراء مع بعض الزملاء. مع سامي أنا لي وجهة نظر، لكن كلمة الحق أنا أشوف إنه سامي الجابر حورب على فترة، سواء هو مدرب سواء هو في فترة الرئاسة سواء في أنا أعتقد إنه شوف شوف أنا ما لي شغل، أنت هذا وجهة نظرك، لكن أنا بقول ما دام إنكم أنتم هذا اعتبرتوه نموذج في إنه هو كما أنتم اخترتوه كرئيس، اخترتوه كمدرب، جاب مدرب والله العظيم حتحلموا بيجي المدرب ده بعد كده. انا بقول هذا الكلام لمصلحه نادي الهلال، انه الشخصيه الاعتباريه اللي ذكرها الاستاذ عبد الرحمن الجماز انها توجد. انا اتمنى انه هذه الشخصيه الاعتباريه تخلي من هو سامي الجابر مشرف على كره القدم، وفي نفس الوقت ينشال زوران وينحط. طيب انا معي اتصال من الطرف الاخر، ما يمديني